انا لا بغيت غنجاوب هذا الشرعي هذا، لانه هذه المساله هذه ديال الكفيل، هذه يقولها واحد جاهل. شكون الكفيل؟ انت كفيل واش كتهضر على واحد في سميتو؟ انا كنعرف هذا الاسلوب. كفيل يحشم الواحد يقول بحال هذه المصطلحات على دول. ترى دول هذه تهضر المغرب ام الدوله، هذه راه مصر. لما كيقول اش غتقول لما كيقول لك الشرعي العلاقات المغرب واسرائيل مصدع على القضيه ديال التطبيع وكذا. التطبيع هذا المصطلح، هذه احكام قيمه. حنا كنقولوا هاد الدراري ملي كتقول شي واحد كتقول هذه احكام قيمه. كاينه العلاقات، اعاده العلاقات هاد الهضره هذه خاويه، لان خص الواحد ينتبه يدير المسافه مع المفاهيم. لما غتقول هاد الشرعيه غتقول لي اودي المغرب راه ام دوله، ما يفهمهاش. غتقول لي اودي الديباجه ديال الدستور ديالنا حنا، الديباجه ديال الدستور، وكنهضر على الدستور حنا كنهضر على بلاد اللي عندها تجربه دستوريه كبيره اللي هي المغرب، وعندها مؤسسات. كنهضر على المساله الديباجه ديال الدستور ديالنا حنا. من احسن الديباجات شنو فيها؟ مقومات الهويه الوطنيه والروافد ديالها، منها العبريه. دابا هو راه ما غيفهمهاش. علاش ما غيفهمهاش؟ لانه رئيس المركز ديال الدراسات اللي كاين في قطر، عزمي بشاره، نهار اللي تحطات هذه الديباجه المغربيه ومازال كاين يمكن نرجعوا للبرنامج اللي يقول لهم وعلاش التنصيص كامل وعلاش هذه القضيه، لانه هو ما فهمش ايضا الدوله الامه. اذا كيفاش غيفهمها الشرعي؟ هذا جانب. ثم هنا واش عندهم هما التجارب الدستوريه باش يفهموا هذه القضيه هذه؟ حنا المنطلق ديالنا كنهضر على مؤسسات. ملي غنجي نقول لي اودي جيتي للمغرب، كنتي على الاقل غتسول واحد شويه، تسول. هنا حنا راه عندنا الملاح مازال كاين، عندنا يهود مغاربه اخوتنا عاشوا معنا، جزء منا حنا، جزء من الامه المغربيه. اي شي واحد يزيد عنا ولا خلي الهضره ديال ايران ولا الهضره ديال حتى الهضره ديال ايران غيوصلوا عليها في واحد الوقت. خلي داك الشيء ديال الايديولوجيات في السماء ولا الطواويات، ومازال كيعيشوا معنا، مازال كيعيشوا معنا ومازال كيعيشوا معنا. واللي مشى جدو مشى لاسرائيل، الحفيد ديالو كيتقاتل على المغرب، كيدافع على المغرب، كيتقاتل على المغرب. اللي كيسمع هذا الارتباط هذا غيبدا يزيد عليا بالقضيه ديال العروبه وكذا. غنقول لي جوج حوايج. السلطان ديالنا المغفور له سيدي محمد الخامس دار جوج ديال الانواع ديال الحمايه. كنقول جوج، انا راه بزاف ديال الحوايج اللي دار. حمى اليهود المغاربه في الحرب العالميه الثانيه، ملي ما بغاش يسلمهم قال لي انا عندي مغاربه، ما عنديش يهود، عندي مغاربه. ثم حمى شكون من فرنسا؟ شكون دعم بالفلوس وكذا؟ الثوار ديال الجزائر. يسمع السي الشرعي شكون اللي غدر؟ راه ماشي اليهود المغاربه كيتقاتلوا على البلاد. اللي غدر بينا هما هاد الثوار ديال الجزائر، هما اللي قاموا بالغدر، هما اللي غدروا البلاد ديالنا حنا، غدروا المغرب، وهما اللي مشاو داك الارث ديالهم وبقاو غاديين وداروا هاد المساله هذه ديالهم، اللي صنعوا هادشي ديال البوليزاريو. اما اليهود المغاربه كيتقاتلوا على البلاد. كيسمع كاين اللي يلاه جا شاف البلاد صغير ما شافاش، مشى جدو مشى هو اللي مشى، ويجي واحد يقول لي كذا وكذا وكذا. واخا الشرعي كنعرفوا كيهضر من واحد المرجعيه ديال الاخوان المسلمين وغيرهم، مزيان السي. ترى راه في التقاليد وفي الامور الدينيه وكذا كيقول لك واحد مساله شنو هي؟ اللهم ارحمني وارحم والدي وارحم جميع المسلمين. تا واش غنبدا انا؟ باش غنبدا راه بالترتيب، باش غنبدا بجميع المسلمين ونخلي انا وولادي. كي دايره هذه القضيه؟ باش كنبدا ترى المغرب هذا كيتحدث على السي هذا الشرعي، كيتحدث على السياسه الخارجيه. انا نسولو فين قرا السياسه الخارجيه؟ ما بغيتش نهضر في هذه المسائل. فين قرا السياسه باش يمكن ليه يناقش السياسه الخارجيه؟ كل مره يقول لك تطبيع باش يناقشها. انا كي غير تعرف واش الشرعي كيعرف كيف يصاغ القرار السياسي في السياسه الخارجيه. الى عطاني انا واش كيعرف الامور؟ ما عندوش مستوى ديال هذه المسائل. واش كيعرف كيفاش القرار كيتبنى؟ تا واش كيصعبوا السياسه الخارجيه؟ زيد عفط. اش غادي تشرح لي؟ واش غتشرح لي هذه الامور هذه؟ انا استاذ ديال السياسه الخارجيه، كنعرف القرار كيفاش كيتصاغ. هذه راه معدلات
رياضيه مقاده، غيجي بحال واش هو قرين نظريات، واش هذا قرين نظريات ديال العلاقات الدوليه واش يهضرنا على العلاقات المغربيه الاسرائيليه، واش كيعرف بان المحدد في العلاقات الدوليه هو المصالح؟ ما كاينش شي حاجه اخرى، المصالح ما كاينش. هذه واش غنخليو العلم ونتبع انا واحد كيقول واش نخلي العلم ونسمع انا واحد؟ علاش ما كنسمعوش؟ واش غنخلي العلم واخا يضل داوي حتى الصباح؟ غنخلي العلم النظريات العلميه، المصالح، العلاقات الدوليه، وكاينه الواقعيه الجديده. ما كاينش شي حاجه اخرى، ما كاينش شي حاجه اخرى. انا واش بلاتي واش انا ورايا حدايا حماق، هادو اللي الجيران عندنا حماق، وزيد عليهم دعمهم ايران، وهذه المجموعه اللي كنهضر عليها كتردد الخطاب ديال ايران، ويجيني اتفاق ثلاثي مع الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل، ونوض انا نرفضو. ياكس كاين شي واحد عاقل ينوض لا والتطبيع حتى شنو انت التطبيع؟ حتى الهضره ديال التطبيع هذه راه ما عندها حتى معنى، هذه ما عندها حتى معنى. هذا خطاب ديال كما قلت ديال الاضطراب ديال الهويه، زيد السي واخا نتبع انا الخطابات القديمه ديال القوميين، وانا كنقول ديما بانني انا بديت في الاجازه ديالي انا درت بحث على القوميين، مازال كاين هذا البحث هذا على القوميين، كاع دوك القوميين. لقيت راسي كنخربق في الاخر، قلت اش كيرجعوا في ذاك الوقت انا في 92 اش كيرجعوا هذا حتى حاجه ما كاينه. واش غنتبعوا هذاك الخطاب ديال هو اللي هذاك الخطاب هو اللي خرج على العالم العربي؟ ما قدروش شتا في ذاك الوقت كاع ما قدروش ياخذوا اسرائيل. انا كنميز بعدا كاين اسرائيل كدوله، كاين اليهود المغاربه ديالنا، خص واحد التمييز هذا يعرفوا الناس. ما قدروش ياخذوا هذيك المرحله ياخذوا اسرائيل، وبدل الانفعال يكون واحد التفاعل يقراوها شنو هي اسرائيل، يقراو هذه المسائل ما عرفوا. وباقي هذا النزاع هنايا واخا السي الشرعي ما غيفهمش هادشي هذاك، باقي ديك الكتابات ديال عفلاق وديال زورق واخا هو راه ما قريهاش، ولكن كيسمع لانه كاينه الثقافه الشفويه كيسمعوا هذه المسائل كتردد تما. واخا سيدي نزيدوا واحد القضيه اخرى، ملي كيجي الشرعي وكيدافع وكيبدا يهضر على القضيه ديال القوميه وديال العروبه وديال هادشي ديال الاخوان المسلمين، الخطاب للور، لانه ملي كنهضر على هذاك السواق اللي خرج هذاك حتى هو من الجماعه من تما، من هذيك البنيه اللي كان يدافع عليه. ملي يجي يهضر لي على هذه المساله هذه شنو هي، حتى شنو ترى الاخوان المسلمين ترى خذوا تجارب ضربوها مع الحيط، راه سيروا تجارب ضربوها مع الحيط. ترى الاخوان في مصر كانوا يضربوا مصر مع الحيط، شكون هو موضوعيين. ترى الضوء في القاهره في المرحله ديال الاخوان المسلمين وكيتقطع الضوء في المستشفيات ديال الدراري الصغار في القاهره والمصريين كيعرفوها. نزيد واحد المساله اخرى، النهضه راه خرجت لتونس وزاد كمل هذا اللي كاين دابا خرجت، ونمشي ابعد من هذا. ملي غيجيب لنا حنا واحد يجيب يستشهد بواحد على القضيه الطبيعه من العداله ومن التوحيد والاصلاح والعداله والتنميه، ياكس حنايا العداله والتنميه طفرنا معهم، غنهضروا موضوعيا. حنا انا كنت اكبر المنتقدين، شحال ضاعوا ديال الفرص مع العداله والتنميه، حتى كون ما كانتش عندنا حنا كون كانت العداله والتنميه كتاخذ القرار فين كنا نوصل. يجيب واحد تما تاع اللي هذه امور اللي خصك تعرف. هنا نزيد نكمل هاد المساله هذه، ولكن واحد السؤال هنا، هاد اسعد الشرعي اللي كيهضر على التطبيع وكذا، علاش ما كيهضرش على تركيا؟ تركيا شنو؟ تركيا راه تلاقاو مع شارون في المرحله ديال شارون، وعلاش ما كيهضرش على قطر؟ انا كنعاود نقولها، انا 2007 حضرت في منتدى ديال الديمقراطيه والتنميه والتجاره الحره اللي كانت تما، كانت عندي مداخله في الافتتاح، جات وزيره الخارجيه الاسرائيليه او هادو صافي على المغرب، غير باش نعرفوا طرف الهويه اش واقع. هذا جا المغرب شاف المغرب، ما مصدقش لحد الان داكشي اللي شاف المغرب، شكون واقعي ما باقي لحد الان. كان شوف انا كنقول على ديالها، كان كيعتقد المغرب شي حاجه، ما صدقش داكشي، لانه بقى مطلوق هنا كيشوف كيقول واش فعلا هاد البلاد وصلت لهذا المستوى. طبيعي انه هو ما شافش هادشي هذا، غيكون عنده رد الفعل ديما خصو يمشي لواحد النقطه اللي كاينه. ما صدقش لانه ملي كيمشي لاغدال المحطه ديال اغدال كيقول لك هادشي ما كاينش في لندن، ما كايناش هاد المحطه في لندن، هادشي راه كله مثبت. طبيعي انه راه طبيعي بقى منبار شنو كيتصرف بهذه الطريقه هذه. ثم ملي كيهضر على التقاليد ديالنا حنا، هو راه في بريطانيا واش ما شافش تقاليد والطقوس ديال التنصيب ديال الملك الجديد؟ ما شافش.
ما شافش هادشي. اذا هما عندهم، حنا اللي 13 قرن هادشي كله. اذا هنا غير باش ينتبهوا الناس شويه. انا هذا واخا كنضيع الوقت انا في هذا الشيء هذا، ولكن مزيان يعرفوا الناس. هذا شاف داك الشيء تما، باقي لحد الان ما صدقش، لانه ما صدقش يقولش هذا المغرب. كان كيعتقد المغرب شي حاجه اخرى، جا شاف صافي ما صدقش. راه هذا هو المغرب، راه حنا قوه اقليميه. وثانيا واحد القضيه، غنمشي لجهه اخرى، نفوتوا هذا الجهه الاخرى. كيخرج واحد يقول لك هذا جاي يدير الفتنه، وراه درباتو المخابرات. حتى مخابرات غدرب هذا، حتى مخابرات غدرب. قول لنا مخابرات واش عندنا الثقه في روسنا ولا ما عندناش الثقه في روسنا؟ حتى انا بعد هذا الشيء راه ما كيزعزع فيا قيد انمول. واضح المغرب هذا حتى واحد داوي كنرد عليه انا. كيخرج واحد يرد عليه وضربته المخابرات. ترى الشرعي عنده البلاد ريبه. ترى فعلا واحد ديالنا خص يصير يهضر على اليمن، نوض الحيح على اليمن. لا بغى ينصح ولا بغى ينتقد ولا بغى اليمن. حتى اليمن راه غيديو الحوثيين كامله. اليمن غيديو الحوثيين. وغيقول لي غنقول لي انا في 2015 2015 كنت كنشارك في نقاشات، وكانت الامارات اللي كينتقدها هو الامارات في 2014 2015 المركز اللي كنت فيه انا حضرت الندوات ودرنا اوراق كنحذروا من الخطر الحوثي. فينا هما اليمنيين في كذا، باش نكونوا شويه موضوعيين هنايا. هو البلاد ريبه وينتقد البلاد عنده. خلي هذه الامور، خلي هذه المسائل. انت كدور كتقول انا ما متفقش السياسه. شكون انت؟ السياسه الخارجيه. واش عندك الادوات باش تحل السياسه الخارجيه ولا باش تنتقدها؟ نزيدوا سيدي. هذا الا كان كيردد كما قلت انا، هذا انا شخصيا قلت بانني ما كنتابعوش، لانه فعلا اساء. واخا جوج كلمات كيخرج يقول الهضره، كيخرج واحد المجموعه الشرعي وهذا الشيء خطير وكذا. ترى كان كيغوت قبل ما يجي هنايا، كان كيسمعوا شي واحد باش نكونوا واحد القضيه. هذا راه كان كيسب المغرب قبل. ثم واحد المساله انتبهوا لها، اللي كيقول لك مشيتوا معاه، راه هو اللي مشى معنا، ماشي حنا مشينا معاه. هو بينا حنا ملي جا ومشينا راه مشى معنا، ماشي مشينا معاه. ثم ضربتوا هذا المسار كله ديال هاد الصراعات كامله. حنا جايين نجيبوا واحد باش يدافع علينا حنا، ولا حتى هاد المده كلها كان شي شرعي ولا كان شي واحد اخر، هادو اللي كيخرجوا ينتقدوا. وفين كانوا هما نيت؟ ترى منين الصا ديالو طلعوا لها مغاربه عادي. انا طلعت شحال هذا الحوار الاول قبل ما تكون هذه المنصه. الحوار الاول، الحوار الثاني سالينا لان انا كنتابع هذا الشيء هذا وسكت. ولكن واحد المده ما بقيتش كنتابع هذا الشيء هذا، لان بالنسبه لي انا ما كيحرك فيا والو. داوي هو كيلو حضره اليوم في التناقضات، غدا هذا اضطراب عادي. هنا واحد كيقول لك غير باش نتفاهموا، راه كاينه 22 جهه اللي منظمه وكتشكل خطر على المغرب. هذا ما كيهمنيش. 22 جهه اللي كتهاجم المغرب بطرق متعدده. خلي هذا ما بالنسبه لي انا يدوي الصباح، فين ما يدوي غترد عليه هذا. وهذا غير يخرج واحد كيرد عليه كيقول لك جبتوه واش انا كنحل الحدود وكنسد الحدود ولا اش كيقول هذا؟ واحد بعقل جبتوه وخرجوا شي وحدين كيقول لك جبتوه. الشرفه راه مرارا راه جا واحد المجموعه وانتقدوا. هذا عطيتوه اكثر من الحجم ديالو. ترى الهضره ديالو كلها تناقض. والجمهور عنده كان من هنا ومن الجزائر. هذا الجمهور اللي عنده هنايا، ماشي حنا اللي كنحلوا الحدود ونسدوا الحدود. ماشي حنا شكونوا واضحين. جبتوه كذا ديتوه، مشى معنا، ماشي ديناه، مشى معنا حنا، ماشي هو اللي دانا. شكونوا واضحين هنايا. ولكن انا اللي فاجأني في الحقيقه في هذه الهضره كامله هو ملي كيخرج واحد عنده واحد القناه وانا كنت كنحترمه كيقول لك مرتزقه. حنا كيقول لك مرتزقه. دابا هذا واحد مثقف بعقله، ما عرفتش انا واش كيعرفش كيطلق ولا لا. مرتزقه كيقول لك هادو مرتزقه. هذا صاحب قناه كثرتها. شنو مرتزقه شريف؟ حتى شنو لقيتينا مع البوليزاريو ولا مع الفاغنر ولا لقيتينا مع الدعم السريع ديال السودان ولا شنو؟ كيفاش مرتزقه؟ اش كتقول؟ انت ما تحاولوش تطلعوا القناه باش انه تهجموا علينا حنا. اللي بغى يتواجه معنا واخا واحد راه قال لك بحال القناه كيتسنى فينا حنا، بعدنا ما يدار.
شفتوا شي شرعي جا عندنا القناه ملي مشى معنا الشرعي حنا ملي مشى معنا واش جبنا حنا الشرعي انا شفتوا معايا انا في القناه ديالي انا باش يقول لك شي واحد لا طلعوا بيه شنو نطلعوا راه هو اللي كيطلع المشاهده بين حنا نزيدوا واخا سيدي هذا اللي كيقول مرتزقه واحد قال لك سيدي واحد اخر وهذا بعقله انا كنحشم نرد عليه هذا بعقله كتجي حشومه انك ترد عليه لان كنعرف داك الاسلوب كي كتجي حشومه كيقول لك لا نتوما ما عندكم اصل وهو كيقول لك عليه هو هذا اللي كيسبنا حنا واحد ماشي مول قناه واحد القناه اخرى كيقول لك هو عنده الاصل وكيبدا يهضر على العائله ديالو واسيدي حنا ملقطين ياك انت باغي يقول لنا حنا ملقطين انت اللي عندك الاصل تقابل علينا الله يرحم لك الوالدين قابل علينا حنا بمعنى حنا ملقطين بهذه العباره واش ما كيحشمش اسيدي حنا ملقطين سمعتي ملقطين ما بغيتيش تعترف بينا حنا ملقطين واش ماشي عيب انك تقول ناس هادو ما عندهم الاصل كيفاش ما عندهمش الاصل اجينا حنا من سمحنا هو اذا انت الهضره اللي كيقولوا الجزائريين علينا حنا كيقولوا جابوا من طاجكستان ياك ما طيقت هذاك الخطاب جابوني من اذربيجان صغير وربوني هنا وهذا هو الهضره هي هذه اللي حشومه بهذا النوع ديال الخطابات حشومه كلمه وحده شنو هي هذا الشرعي البلاد عنده ريبه يدافع على قطر يدافع على تركيا شغلوا هذا حنا كندافعوا على بلادنا وهذه المسائل انا ملي كنت في الخليج ملي كنت في تجربه ديال المغرب كيعرفوها وجاو قال لك انت كتدافع على بلادك كندافع على بلادي انا كندافع على المغرب الشرع يدافع على تركيا يدافع على قطر هذا اضطراب طبيعي غادي يخرج بحال هذوك الخطابات جا المغرب شاف دوك الحوايج ما كانش كيتصوروا ما كانش كيشوف المغرب ما كيتصورش المغرب بهذيك الطريقه باقي لحد الان لا المعالم اللي كاينه في المغرب لا الامن اللي كاين في المغرب لا التقاليد ديالنا راه حضر معنا هاد الحوايج كاملين شافهم ردود الافعال ديالو هو ولكن ما يمكنش ينكر راه بقات الفيديو ما يمكنش ينكر هذا الشيء هذا باننا حنا قوه اقليميه باننا حنا راه تجربه عالميه ما يمكنش خليه يقول لي بغا اي واحد يقول لك واه قال تصدى واحد يتصدى ليه انا ما غنضيعش الوقت باش نشرح لواحد القرار كيفاش غيقول لي المغرب واسرائيل يقول تطبيع يقول لي بغا انا بالنسبه لي المصالح كنهضر بامور علميه مقاده واش كاع النظريات السياسيه والافكار في العلاقات الدوليه وتاريخ الفكر السياسي كيقول لك المصالح غيجي واحد ما عارف والو وبدا يقول لك تطبيع وانتم تطبيع وكذا شنو الهضره ما تحرك فيها والو انا الهضره ما تحرك فيها والو نهائيا ما تحرك فيها والو هو كيقولها باش حنا نردوا عليه باش حنا ما نبقاوش غاديين في الاطار اللي حنا فيه شنو هو صافي ما نبقاوش غاديين حنا في المواضيع ديالنا حنايا هذا سميت ولكن في الحقيقه هذه المساله هذه اللي هي عيب وهي ينوض واحد ويقول لك مرتزقه عيب انا والله الا كنت عيب وانا ما نهضرش مع هذا جيبوا لي فرصه في نقاش عاد غنجبد لي هذا الموضوع هذا حنا طحنا من السما واحد يقول لك انا الاصل على العائله ديالي حتى شنو الاصل ترى قراونا في المطالعه القديمه ماشي اللي كيقول لك انا ابي كيقول لك سيدي اعتبرنا حنا ملقطينس كاين مشكل اعتبرنا ملقطين صافي قول كيما بغيتي احنا دابا مشينا في هذا الموضوع هذا وصدقنا في سميتو كان خصنا نديروا موضوع اخر راه هذا الشرعي هذا بالمناسبه خطوتها راه ملي مشى المره الاولى وانا كنسمع انتقدنا حنا قال لك دكاتره قالها سمعت انا وبغيش نرد دابا غنرد قال لك دكاتره كيامنوا بالغيبيات قال لك كيامنوا بالبدع والغيبيات ياكس تعليم كبير واش قاري الانثروبولوجيا واش درس المجتمعات باش تعرف هاد الحوايج هادو علاش كنا كنهضروا على القضيه ديال الناس اللي كيشربوا الماء سخون مقراج وكذا تراه هذا يمشي ديه اللي كيقول الغيبيات ديه سيدي رحال اللي قدامه البوطه على كتفه والمقراج طيب كيشرب الماء سخون من الفم ديال المقراج كيشرب ومن بعد كيطلقوا على الكباب يطلقوا على في الاول سخون طيب من بعد يطلقوا على الكباب عطينا سيدي تفسيرات
اللي كتقول عطينا التفسيرات، انت ما قريتي على البركه، نقرا على هذا الشيء. جاو الناس من جاو السوسيولوجيين وجاو الانثروبولوجيين درسوا هاد الحوايج كاملين، وكديرنا حنا كنامنوا بالغيبيات. هذه البركه، هذه البلاد ديال الاولياء الصالحين. شي ما يعرفوش هذا، كيعرفوا الناس ديال السوسيولوجي ديال الانثروبولوجي، كيعرف هاد الحوايج، ما يعرفش الدور هو ديال الطلبه، ما يعرفش الحوايج كاملين، القراءه ديال القران. هاد البلاد هذه اللي السلكه فيها اللي فيها السلكه ديال القران كتقرا جوج مرات في النهار، هاد الحوايج كاملين ما تدخلش في التفاصيل. هذه راه تجربه غنيه. لهذا انا كنبقى عند السائل كنقول ودي كيفاش واحد كيقول جوج كلمات كينوض عباد الله يغوتوا بحال كيزعزعهم. ترى الناس، راه المغرب هذا يكون عندي القوه ديال الرد، ثم واحد المساله اللي خصهم يعرفوها ويعرفوا حتى الشرعي. هذه دراسات، هذا اللي كينتقد المغرب ويقول لك كذا كذا، المغرب قوي بالرجال ديالو والنساء ديالو. دراسات دارت عالميه، لقاو 4 ديال الدول في العالم، 4 ديال الدول اللي فين ما مشى فيهم واحد من هاد الدول هذه كيبقى هاز معاه الهويه ديال بلادو، وبقى يهاز معاه الوطنيه ديالو. شكون هما 4 ديال الدول؟ 2 دول من اوروبا بلا ما نقولهم، والمغرب وايران. فين ما مشى المغربي، فين ما مشى في اي منطقه في العالم كتبقى حتى مغربي تعيش معاه. باش نرجع ونقول ليه اودي لهادوك، رجع للموضوع ديال ملي كيهضر على العلاقات المغربيه الاسرائيليه، اليهود المغاربه مشاو بوتهم من هنا صغار، ولدوا ولادهم كاين ولد الحفيد الرابع ودوز ليه حتى مغربيت، وحنا كنفتخروا بهم هذوك خوتنا. ويغوت اللي بغى يغوت على 7 الصباح ما فاهمش هذه القضيه. وكنعاود نقول اللي عنده اضطراب في الشخصيه كيبدا ينقص هادشي ديال القوميه العربيه وكذا في السنه هذه، خاصها تحلل نفسيا. نفوتوا هاد الموضوع هذا.